رجع الكرة من جديد، كرة عند اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. هدف جميل ديال اللاعب رضا الرياحي، هدف جميل في الوقت اللي قلنا بان اللاعبين خصهم يوجدوا ثغرات في الوصول لشباك عصام الحضري. تتمكن اللاعب رضا الرياحي باش ينفس هذا الجمهور الحاضر بملعب ابجيكو. اذا الدقيقة 40 كتعطي اول هدف في المقابلة، هدف ديال رضا الرياحي كان خطا على مستوى المراقبه. لاحظوا رضا الرياحي بمفرده وبقت قويه ما ترك اي حد للحارس عصام الحضري، وكيتمكن من تسجيل هذا الهدف، هدف يزين ذهب وتحرك الجنبات ديال الجمهور الغفير. تتشاهدوا صوره جيده ديال الجمهور هنا الغفير اللي تتبع هذه المقابله. اذا 1-0 لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تلاحظوا كان تمويه جيد ديال خوباش في اتجاه رضا الرياحي اللي تمكن من تسجيل بطريقه جميله. احمد عبد الظاهر كيسترجع الكره من جديد، كره عند اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. رضا الرياحي هدف جميل ديال اللاعب رضا الرياحي، هدف جميل في الوقت اللي قلنا بان اللاعبين خصهم يوجدوا ثغرات في الوصول لشباك عصام الحضري. تتمكن اللاعب رضا الرياحي باش ينفس هذا الجمهور الحاضر بملعب ابجيكو. اذا الدقيقة 40 كتعطي اول هدف في المقابلة، هدف ديال رضا الرياحي كان خطا على مستوى المراقبه. لاحظوا رضا الرياحي بمفرده وبقت قويه ما ترك اي حد للحارس عصام الحضري، وكيتمكن من تسجيل هذا الهدف، هدف يزين ذهب وتحرك الجنبات ديال الجمهور الغفير. تتشاهدوا صوره جيده ديال الجمهور هنا الغفير اللي تتبع هذه المقابله. اذا 1-0 لفائده فريق الرجاء البيضاوي. تلاحظوا كان تمويه جيد ديال خوباش في اتجاه رضا الرياحي اللي تمكن من تسجيل بطريقه جميله. احمد عبد الظاهر كيسترجع الكره من جديد، كره عند اللاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي.